أهلا وسهلا جميعكم في مطبخ الشر. اليوم راح أقدم لكم عمل القرنبيط البروستيت بطريقة مختلفة، ويلا نشوف المقادير ونسويها سوا. وقبل هالشي كله راح أسمعكم القرمشة القرنبيط منشان تتشجعوا وتعملوه. يلزمنا راس قرنبيط أو راس الزهرة متوسط الحجم أو حسب الكمية اللي بدكن إياها انتو. منشيل أول شي منه الوراق الخضر مثل ما واضح عندكن، وبعدها بنغسله كويس وبنصفيه من المي. ونقطعه على هالشكل هاد، او حسب ما بدكم انتو حجم القطعة، فيكن انتو تختاروا تصغروا او تكبروها تتركوها على حالها. وهلا راح احطهم بالمي واحطهم ارفعهم على الغاز حتى ينسلقوا لمدة 10 دقايق او ربع ساعة. وهلا هيك استووا عنا، ونشوفهم شلون كيف صاروا. انسلقوا نص سلقة لاني كمان بدنا نقليهم، فما بدي اياهم ينسلقوا يعني سلق تمام، يعني شوي شغلة 10 دقايق ربع ساعة بالكثير. هيك بدي اياها شوي تكون يعني عشان تستحمل قلي كمان 10 دقايق. وهلا راح اسحبهم كلهم وصفيهم من المي وحطهم على جنب. هلا في عندي انا التبلة بدي اتبل فيها القرنبيط. عندي بصمات، طحين، بيض، ملح، فلفلة حمرا ناعمة، زنجبيل، فلفل اسود. هلا رح اخلطهم كلياتهم مع البصمات، ضيفهم كلهم وبحركهم كويس. هلا كمان نفسها راح اضيف للبيض رشة فلفل اسود ورشة فلفلة حمرا ناعمة ورشة ملح طبعا. وبخفقهم كويس مع بعضهم. هلا بجيب عندي قطعة القرنبيط او الزهرة، بلتها اول شي بالطحين، بعدها بالبيض، بعدها بالبصمات مثل ما واضح عندكم، وبشيلهم على جنب. وهلا رح اقليهم زيت نباتي محمى مسبقا. بتقدروا تقلوهم بالقلاية الكهربائية او القلاية على الغاز، ما بتفرق، المهم يكون الزيت محمى مسبقا.
رح نخليهم ينقلوا بالمقلاية لمدة 10 دقايق حتى ياخدوا لون الذهبي. وهي هيك هلا خلصت، وهي النتيجة النهائية. شوفوا على هاللون مقكوسه، شوفوا قرمشتهم، الطعمة أروع من هيك بكتير. بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم فيها بالتعليقات. وهلا رح جهز الصوص. بلزمني 3 معالق من اللبن، رشة ملح، وطحينة، طحينة السمسم طبعا تعطي نكهة كتير طيبة، وكم سن توم، وعصرة ليمونة، وراح اضيف قطعة من زهرة القرنبيط كمان. بعد ما بخلطهم مع بعضهم راح اضيف قطعة زهرة القرنبيط مسلوقة كمان، بتعطي طعم كتير كتير طيبة. اتمنى تجربوها هالصوص وتعطوني رأيكم فيه. بتقدم جنب السمك، بتقدم جنب القرنبيط، جنب البطاطا المقلية. هاي قطعة الزهرة. هلا راح اخفقها معهم زيتا، ما راح تبين نهائيا غير تعطي طعمة طيبة. اتمنى تجربوه وتعطوني رأيكم فيه. شوفوا القوام صار عنا مقوسه. شوفوا القوام، النتيجة النهائية للصوص جدا جدا رائع، طعمته خيالي. وهي النتيجة النهائية لتقديم القرنبيط البروستد مع الصوص بسر النكهة. وبتمنى تجربوه وتعطوني رأيكم، وإن شاء الله ألف صحة وهنا على قلبكم. نشوفكم إن شاء الله بفيديو جديد.